كابتن احمد شوبير بيأكد ويصمم انه بيحب يعادي جمهور نادي الزمالك، لا ومش بس كده، ده بيكبر العداوه بينه وبين جمهور نادي الزمالك، وده حصل بعد ما مشي من قناه النادي الاهلي في اول حلقه في برنامجه الجديد وهو بيستضيف هاني ابو ريده بيساله ان الزمالك بيتجامل. من غير ما يتكلم كتير تعال نشوف احمد شوبير ساله السؤال ازاي، وكمان هاني ابو ريده رد عليه بالاجابه اللي خلت احمد شوبير مش عارف يتكلم. تعال نشوف. تقر وتعترف انك بتجامل الزمالك في التغاضي عن مديونيات وبتسمح له بقيد اللعيبه؟ والله اكتر مره دفعوا في حياتهم اكتر مره دفعوا في حياتهم دفعوا اكتر من 75 مليون جنيه كاش فعلا. 75 مليون جنيه تقريبا، يمكن اكتر كمان. والله اول مره يعلن الرقم. متهيألي اول مره. صحيح. اظن مفيش بعد كده الزمالك بيتجامل. طب بأمارة ايه؟ هات لي مره واحده حصلت قبل كده ان نادي الزمالك اتجامل واستفاد من اي حاجه. بيستفاد من ايه؟ ده الزمالك كل القرارات اللي بتتاخد بتبقى ضده، عمرها ما كانت لنادي الزمالك قبل كده. طب ليه ما سالتوش السؤال ده؟ ليه دايما النادي الاهلي بيتجامل على مصلحه منتخب مصر؟ واي معسكر منتخب مصر محتاجه بس النادي الاهلي محتاج الوقت ده، المعسكر بيتوقف والنادي الاهلي ما يبعتش لعيبته، ومنتخب مصر ما بيلعبش مباراه دوليه ممكن تاثر عليه في التصنيف او كمان بحق. ليه ما سالتوش ايه رايه السنه اللي فاتت لما الدوري اتوجه لنادي الاهلي واتخصم منه 3 نقط بس بدل 6 نقط؟ ايه رايه في الكلام ده؟ وان المفروض الاهلي كان يتخصم منه 6 ولا 3، وان الدوري كان من مصلحه بيراميدز ولا النادي الاهلي، ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ والتحكيم اللي النادي الاهلي صمم عليه ساعتها ليه حق انه ينسحب ولا ما ينسحبش؟ ولا الاسئله دي انت مالكش دعوه بيها، ما انت لسه ماشي طازه جديد من قناه النادي الاهلي، فانت عايز تبقى الامور لسه على موده، ما ابنك لسه بيلعب في النادي اصلي مش هينفع الكلام ده. او ممكن كنت تساله سؤال تاني، عقد بيتسجل في اتحاد الكوره ب5 مليون وهو ب100 مليون وكل الناس عارفه بكده. او ممكن تساله سؤال، ايه رايك في زيزو واللي عمله مع نادي الزمالك وطريقه مشيانه من النادي، انه يهرب ويغيب عن النادي ويمضي في وقت مش وقت قانوني ويطالب كمان بفلوسه من نادي الزمالك؟ ولا برضو المواضيع دي مش بتاعتك ومش عايز تدخل نفسك في متاهات؟ بجد سؤال يضحك. نادي الزمالك بيتجامل من امتى؟ نادي الزمالك النادي الوحيد اللي بيتظلم، وكل ما بيتظلم اكتر واكتر، وعمر ما حد بيجامله. هات لي مره واحده نادي الزمالك اتجامل، ده لسه اخر حاجه في السوبر المصري والنادي الاهلي بيصعد بالتحكيم. لولا التحكيم النادي الاهلي اصلا ما كانش قابل نادي الزمالك، كان الزمالك لعب مع سيراميكا النهائي. لكن للاسف كل اسئلتك ضد نادي الزمالك، مصمم تعادي جمهور نادي الزمالك. كده كده جمهور الزمالك مش فارقه معاه اي حد، نادي الزمالك عايش بجمهوره ومش مستني مساعده من اي حد ولا مجامله من اي حد. واظن اجابه هاني ابو ريده لخصت كل ده، ان نادي الزمالك اكتر فريق دفع مديونات السنه دي عشان يأيد لعيبه. استمر يا كابتن شوبير واحنا برضه هنستمر في الرد عليك.